السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. والنهارده ان شاء الله هنبدا نعمل حلويات العيد، واول حاجه هنبدا بيها الغريبه التحفه الدايبه دي. مش قادره اوصف لكم قد ايه دايبه وقد ايه ناجحه ومقاديرها مظبوطه بالملي. هتديكي نتيجه مرضيه جدا زي الجاهزه ومعدياها بمراحل كمان. مكوناتها بسيطه موجوده في كل بيت. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات بتاعتنا بالكوبايه وبالجرام. عندي 4 مكونات أساسية هي مكونات الغريبة: الدقيق والسمنة والسكر، وكمان مكون زيادة أنا حاطاه كده هو اختياري بس بيفرق كتير جدا في طعمها، وهو اللبن البودر. ولا هنضيف بيض ولا فانيليا ولا بيكنج باودر ولا أي مكونات تانية. وطبعا عندي حاجات اختيارية اللي هي التزيين: خرز، بندق، زبيب، أي حاجة بقى على حسب الذوق بتاعك. هنستخدم كيلو دقيق، عليه 400 جرام سمنة و200 جرام سكر بودرة. ولو ما عندكيش ميزان او مش قادرة توزني الحاجات دي يبقى هنستخدم 5 كوبايات دقيق اللي هو الكوباية 200 جرام. طبعا نثبت كوباية في المقادير بتاعتنا او في المكونات كلها. وكوبايتين سمنة، برضو كوباية ساعة 200 جرام. انا استخدمت كوباية سمنة نباتي وكوباية سمنة بلدي وكوباية سكر بودرة. والسكر يكون ناعم، ويا ريت كمان يكون منخول. تكون كده طحناه قبل ما تجهزي المكونات بتاعتك على طول وتعديه على منخل او على مصفى عشان ما يبقاش في اي تكتلات. واخر حاجه بقى اللبن البودره. استخدمت 4 معالق صغيرين لبن بودره، او يعني معلقتين كبار. اللبن البودره بيفرق كتير جدا في طعم الغريبه، بيديها طعم لذيذ جدا. يعني مش هتعرفيه غير لما تجربي كده مره، تشوفي الفرق ما بين انك تعملي الغريبه بلبن البودره او تشيليها من المكونات. مش هستخدم مضرب ولا عجان، هستخدم الخلاط العادي علشان اسهل كده ما يبقاش فيه اي حاجه صعبه. هحط الاول السمنه، الكوبايه النباتي والكوبايه البلدي، في الخلاط واخلطهم كويس مده ما تقلش كده عن 5 دقايق لحد ما احس انها بقت هشه ولونها فتح كده خالص واندمجوا الاتنين ببعض. بعد كده بنزل كوبايه السكر البودره وبخلطهم برضو حوالي 5 دقايق لحد ما لونها يفتحها خالص، تبقى عامله زي الكريم شانتيه كده. بنزل المكونات بتاعتنا في طبق، في بوله، علشان ابتدي بقى اخلطهم. ودي المكونات الجافة هبتدي اجهزهم: الدقيق هحط عليه اللبن البودرة وهقلبهم كده تقليبة كويسة لحد ما يختلطوا. وهبتدي انزل المكونات الجافة بالتدريج على الخليط بتاع السمنة والسكر، وهقلب بدون عجن لحد ما الاقي الدقيق اختفى تماما. هبتدي انزل بقية الكمية. شايفين العجينه خلاص لمت والطبق بقى نضيف خالص، ثبت الجوانب الطبق وشكلها بقى كده. يعني بقت العجينه كده مش مشققه ولا اي حاجه. هدخلها بقى التلاجة نص ساعه علشان تتماسك والزبده ما تسيحش مني، وشكل الغريبه تحتفظ بشكلها لما تدخل الفرن. فلازم اريحها في التلاجة على الاقل نص ساعه. هبتدي بقى اخد منها كده واشكل، وهرص في الصواني او في السجاد بتاعتي ومش هدهنها اي حاجه. وهتدخل فرن درجه حرارته 150. هحطها على الشبكه لمده ربع ساعه بس. اول ما تبدأ تاخد اللون الذهبي الخفيف ده خالص من تحت، ببتدي خلاص اطفي عليها واطلعها على طول. شايفين؟ ده اللون المناسب جدا للغريبة. هي بتبقى من فوق لونها كده فاتح، والغريبة زي ما شايفينها كده دخلت الفرن ولا فرشت ولا حاجة، واحتفظت بشكلها وطلعت جميلة ودايبة جدا. وخمس كوبايات الدقيق اللي عملناهم اول كيلو طلع لي 3 صواني كبار زي ما انتوا شفتوهم كده. والغريبة زي ما انتوا شايفينها كده طالعة جميلة جدا، دايبة وناعمة وريحتها تحفة. ودي كانت الغريبة الحلوة بتاعتنا. بتمنى تكون عجبتكم. اتشجعي بقى وابتدي اعمليها في البيت، ما تشتريش حاجة بره. على فكرة يا جماعة الاسعار السنة دي خيال. الاسعار حلويات العيد، البسكوت والكحك والحاجات اللي بنعملها في البيت دي بامكانيات بسيطة، مهما كانت اتكلفت في البيت مش هتتكلف يعني ربع الاسعار الموجودة بره. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر ونعمل كل حاجة ونرضي ولادنا، وكميات بسيطة على قدنا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. متنسوش اذا عجبتكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.